باش بغيتو الحقيقه داكشي اللي داروا الحكيمي العام اللي فات ماشي غير ضم، وانما مسرحيه، ومسرحيه الكبيره وبزاف واللي دازت على جميع اعين ديال الناس. كلنا شناه العام اللي فات وهو كيتسنى في الجائزه وكيحساب ليه بلا راه ديالو، وفجاه عطاوها اللقمان. عرفتي اش غديروا؟ نساو الماضي. الكره الذهبيه ديال هذا العام، حكيمي قدم واحد الموسم اللي كبير تبارك الله، وراكم كلكم شفتوا المستوى ديالو اللي ظهر به في هذا الموسم هذا، الاهداف والاسيست والقطع الكره والدفاع، وراكم عارفين الظهير الايمن طلع هبط تبارك الله، المستوى ديالو كان في المستوى. اشنو وقع؟ وهذا الشيء كامل اللي داروا حكيمي اشنو وقع؟ جاء الرئيس النادي باريس سان جيرمان اللي خرج بواحد التصريح كيقول فيه انه عثمان ديمبيلي قدم واحد الموسم اللي كبير اللهم بارك، شارك بزاف ديال المباريات وكانت عنده واحد البصمه اللي كبيره ويستاهل يفوز بالكره الذهبيه، هو افضل لاعب في هذا العام هذا، راه قدم بزاف لنادي باريس سان جيرمان وراه عطى واحد الاضافه اللي كبيره وهو اللي يستاهل يفوز بالكره الذهبيه. وتجاهل اشرف حكيمي اللي حتى هو قدم واحد الموسم اللي كبير وكبير على اي ظهير ايمن في التاريخ ديال الكره، وجا رئيس الخليفي اللي تجاهلو بتاتا وما هضرش عليه وما عطاهش حقه وبقى كينقص منه. يعني فاش كتجاهل لاعب بحال حكيمي اللي قدم عام كبير على بزاف ديال المهاجمين رغم انه هو غير ظهير ايمن، وباش تجاهلوا بهذه الطريقه هذه هذا الشيء راه ما مقبولش بتاتا، وخصوصا انت انك رئيس النادي باش تفضل لاعب على اخر. هنا كيطرحوا بزاف ديال التساؤلات، علاش حكيمي وديمبيلي بجوجهم اللي قدموا موسم اللي واعر وبجوجهم فازوا بنفس الالقاب، ولكن البصمه ديال اشرف حكيمي كانت واضحه على ديال عثمان ديمبيلي؟ وعلاش هذا الفرق بيناتهم؟ وعلاش كلشي كيرشح ديمبيلي وفي نفس الوقت ما عاطينش قيمه لاشرف حكيمي؟ واش حيت ديمبيلي فرنسي وحيت اشرف حكيمي مغربي؟ هذه النقطه راها كتطرح بزاف ديال التساؤلات، وخصوصا عند المواطنين المغاربه، وهما بصموا على واحد الموسم اللي كبير اللي قدموا النجم المغربي اشرف حكيمي، والاداء ديالو والالقاب اللي فاز بها هما كيشهدوا له على هذا الشيء، اولا غير حيت كيفضلوا المهاجم هو اللي يفوز بالكره الذهبيه، وفي نفس الوقت كيتجاهلوا اللاعب ديال ظهير ايمن. واخا يكون هذا المعيار ديال انك ضروري تكون مهاجم عاد تفوز بالكره الذهبيه، فراه حكيمي تبارك الله راه لعب اللعب ديال المهاجمين اللي كبار وبالمستوى اللي باين. وبالمناسبه وقبل ما نبداو، هذه القناه ديالي جديده كنتمنى تدخلوا تشتركوا فيها، كنشرح فيها اي حاجه وقعت جديده في العالم، وكنشرح فيها مباريات واش واقع في المنتخب الوطني زائد اللاعبين اللي محترفين في دول اوروبا. ودابا يلا نبداو بسم الله على بركه الله. ما تنساش تبارطاجي الفيديو، تعطينا الراي ديالك فاش تسالي الفيديو. مشينا. وقبل ما نجاوبوا على الاسئله وداكشي اللي هضرنا عليه في الاول، اجوا ناخذوا واحد النبذه صغيره على اشرف حكيمي وكيفاش كانت البدايات ديالو وكيفاش حتى تكون وحتى وصل لهذا المستوى اللي فيه حاليا. اشرف حكيمي من الصغر ديالو ما كانش عنده مع القرايه بزاف، العقل ديالو كله كان مع كره القدم، والام ديالو بطبيعه الحال لاحظت هذا الشيء. اشرف حكيمي الدري كان مولوع بكره القدم من الصغر ديالو، وهي تفكر انه دخلوا لشي مدرسه اللي قريبه ليهم تحقق الحلم ديال اشرف حكيمي اللي كان هو لاعب كره القدم. دخلوه لواحد النادي صغير في مالاغا، لعب حكيمي بقى كيلعب في ديك المدرسه وبقى غادي كيتكون شويه بشويه. فاش حكيمي كبر وبان المستوى ديالو بقى غادي كيتقاتل حتى وصل للفئات السنيه ديال ريال مدريد، وبطبيعه الحال تما فين كاملا عرفنا اشرف حكيمي وفين بان اول مره، وبقى مستمر معاهم حتى وصل النادي الاول ديال ريال مدريد. وهذا الشيء رحنا شفناه كاملين بعينينا، وكيفاش اشرف حكيمي لعب اول ماتش في النادي الاول ديال ريال مدريد، وكان زيدان هو المشرف على تدريب ريال مدريد وعطاه واحد الثقه، وشاف اشرف حكيمي عنده واحد المؤهلات اللي كبيره. لعب اشرف حكيمي واحد المباريات مع ريال مدريد، ومن تما تنخرجوه اعاره لبوروسيا دورتموند، ولعب في دورتموند ومن بعد لعب في الانتر وحتى وصل لبي اس جي. ملي وصل لبي اس جي اشرف حكيمي بقى غادي وكينضج المستوى ديالو كيتطور
موسم على موسم حتى وصل لهذا الموسم والنيفو اللي فيه دابا، وهذا الاداء وهذه الضجه اللي دار اشرف حكيمي هذا الموسم راه الفضل ديالها كيرجع حتى للمدرب ديالو لويس إنريكي، هو اللي عطاه فرصه اكثر باش يتقدم للهجوم، ومن خلال داك الشيء جاو دوك الاهداف اللي كيسجل حكيمي وديك البصمه الكبيره اللي كيعطي في الملعب، زائد المباريات اللي قدم مع المنتخب الوطني، وكل شيء راه شاهد على هذا الشيء العالم كامل، حيث هو اصلا ولات عنده شعبيه كبيره وقاعده جماهيريه اللي كبيره وكبيره بزاف. كلنا شفنا الاداء اللي قدم حكيمي في مونديال قطر، كان عنده واحد الاداء اللي خرافي، وصل مع المنتخب حتى النصف نهائي ديال كاس العالم. وهنا في هذا الموسم بالذات كنا كنقولوا انه حكيمي راه غيتوج بالكره الذهبيه الافريقيه، ومن طبيعه الحال كلشي كان كيروج لهذا الشيء ووهموه بالله راه هو اللي غيفوز بالكره الذهبيه، وفجاه عطاوها اللقمان. فكانت هذه هي الصدمه الكبيره اللي ما توقعها حتى شي واحد نهائيا، وخصوصا الحاضرين اللي كانوا في الحفل ديال توزيع الجوائز ديال الكره الذهبيه. فاش سمعوا انه لقمان هو اللي فاز بالكره الذهبيه، فراه الناس اللي كانوا في ذاك الحفل كاملين سكتوا وما صفقوش نهائيا، حيت كانوا كيتوقعوا الاسم ديال اشرف حكيمي ماشي لقمان. وهنايا الحفل تحول من فرح الى حزن، والناس بدات كتخرج بحالها واحد تلو الاخر. هو نفسه حكيمي ما صدقش هادشي اللي وقع، حيت هو براسو قال انهم وهموني باللي انا اللي كنت غنفوز بالكره الذهبيه الافريقيه، ولكن ماشي مشكل. حكيمي نسى كل شيء وبدا عام جديد هذا الموسم مع باريس سان جيرمان بواحد المستوى والاداء اللي خرافي، وراكم كلكم شفتوا لحظه بلحظه وداك الشيء اللي دار حكيمي اسيست باسيست وهدف بهدف، والمستوى خرافي اللي كان عنده ما شاء الله. هذا الموسم الا جيتي تحط حكيمي في واحد الكفه وشي لاعب اخر منافس في واحد الكفه اخرى، فراه ما غاديش يوصل للمستوى اللي قدم حكيمي هذا الموسم، وخصوصا وانه غير ظهير ايمن ماشي مهاجم، ولكن السيد بالارقام ديالو اللي دار في هذا الموسم هذا راه كيتسمى مهاجم وماشي ظهير ايمن. وللاسف وهذا الشيء كامل اللي دار حكيمي حتى شي واحد ما اعترف به من الجماهير الفرنسيه اولا الرئيس ديال النادي الفرنسي ناصر الخليفي، اللي تجاهلوا بواحد الطريقه اللي مبالغ فيها للاسف، تجاهلوا بواحد الطريقه بشكل مباشر، يعني بحال قاصد انه يتجاهلوا، حيت صعيب على اي رئيس نادي او لا مدرب ما يعترفش بلاعب قيمه حكيمي، وخصوصا الموسم اللي دار راه خيالي. دابا غنجاوبوا على التصريح ديال ناصر الخليفي اللي ما عطاش اهميه لاشرف حكيمي وتجاهلوا. السبب الرئيسي اللي كيرجع لهذا التجاهل ناصر الخليفي اشرف حكيمي هو انه اشرف حكيمي يلعب 4 المواسم تقريبا مع باريس سان جيرمان، اما ديمبيلي يلاه بدا دابا شي 2 مواسم مع باريس سان جيرمان، وهذا الموسم اللي بان عنده واحد البصمه حتى هو، ولكن ماشي بحال اشرف حكيمي. فلا جيتي تشوف الاهداف اللي ماركا عثمان ديمبيلي فراهم جاو اكثريه من اشرف حكيمي، هو اللي كان كيحط له اهداف باش يماركي، وهاد المساهمات اللي ساهم بهم ديمبيلي هما اللي خلاو انه رئيس الخليفي ينوض يمدح فيه ويشكر فيه، لحقاش ديمبيلي دار حتى هو واحد الموسم اللي زوين شويه، يعني بان فيه شويه الضوء، وعلى اساس هذا المستوى اللي شويه اللي قدم عثمان ديمبيلي والاستفاده الاكبر كانت من اشرف حكيمي، هذا السبب علاش هو رشح ديمبيلي. يعني فاش جا ديمبيلي ولعب معنا واحد الموسم او لا 2 هو اللي بالفضل ديالو انه دينا واحد 4 الالقاب زائد تشامبيونز ليغ، زائد حنا وصلنا لنصف النهائي ديال كاس العالم للانديه. يعني الرئيس شاف بواحد المنظور بواحد الطريقه اخرى، حيت السيد راه دوز نجوم كبار بحال بامبي نيمار ميسي راكم شفتوهم، يعني واخا كانوا عندهم نجوم اللي كبار وعالميين ما داوش الشامبيونز ليغ، ولكن فاش باعوهم وجابوا ديمبيلي داو الشامبيونز ليغ. هادشي علاش هما كيفضلوا عثمان ديمبيلي على اشرف حكيمي، وهذا الشيء اللي خلاهم يحطوا ديمبيلي المرشح الاول والنجم الاول ديال باريس سان جيرمان، ولكن هذا الشيء راه ما كاينش بصفه نهائيه. فراه اشرف حكيمي بالنسبه لينا حنايا جميع عشاق كره القدم ماشي غير حيت مغاربه، وانما حيت كنتفرجوا في الكره وكنشوفوا الكره وشنا اشرف حكيمي تبارك الله هذا الموسم راه دار موسم خيالي ويستاهل عن جداره واستحقاق جائزة الكرة الذهبية العالمية. أما الإفريقية خصهم يعطيوها له
وعينيهم مغمضين. السيد راه خصو الكرة الذهبية العالمية، فهمتوني؟ يعني السيد راه يستاهل يفوز بالكرة الذهبية العالمية. ولكن الا جينا نرجعوا التاريخ ديال الكرة الذهبية العالمية فراه غنلقاو انه عطاو واحد اللاعب فقط اللي افريقي هو اللي عطاوه جائزة الكرة الذهبية، هو جورج ويا. يعني ويمكن حتى هذاك راه شوف كيفاش حتى عطاوها له. لحق العنصريه اللي كيستخدموا الاوروبيون ضد اللاعبين الافارقه والعرب فراه عنصريه اللي خياليه وكبيره بزاف، وحتى لينا يبقاو يمارسوا هذه العنصريه على اللاعبين الافارقه والعرب. فراه ضروري خصهم يديروا حد لهذا الشيء. وحنا المغاربه راه ما غنستسلموش وغندعموا حكيمي وغنشجعوا حكيمي وغنرشحوا حكيمي، وكلنا غنديروا هاشتاغ حكيمي بالون دور. كلكم الخوت ديروا هذا الهاشتاغ هذا باش نوصلوا السيد العالميه وتكون عنده واحد النسبه كبيره اللي تخليه يفوز بالكره الذهبيه، خصوصا انه التصويت راه كيلعب واحد الدور كبير. فكنتمناو اشرف حكيمي يفوز بالكره الذهبيه ويفرحنا كاملين ويفرح المغاربه كاملين، وهذا غيكون واحد مناسبه اللي عندنا كبيره بزاف، خصوصا انه اول لاعب عربي غادي يفوز بجائزه الكره الذهبيه. فالخوت رحنا وصلنا لنهايه الفيديو، وكنتمنى تخلي الاشتراك ديالك وتشارك هذا الفيديو هذا، تبارطاجيه مع الاصدقاء ديالك باش الناس توصلهم المعلومه ويستافدوا ويعرفوا الحقيقه كيفاش دايره. وتحياتي لكم وكنشكركم من كل قلبي، وما تنساوش خليوا لي الراي ديالكم فاش تكملوا الفيديو. خليونا الراي ديالكم لحقاش الراي ديالكم راه مهم وبزاف. كان معكم مختار المعتوقي، وهذه القناه راه ديالي موقع والو اللي كنشرح فيها اي حاجه دايره ضجه في العالم. وتحياتي لكم وكنشكركم على الدعم ديالكم، ونتشافوا شي فيديو اخر ان شاء الله. تحياتي.